مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الساخرة التي تشبه علبة سردين، كلما فتحتها صدمتك رائحة الأحداث. الهنشير جاء ليهنشر الجميع ويرحل. إذ نود تذكير مشجع الرجال بطريقيا بقاه أمام الشاشة دليل على شجاعته. دعوني أقوم بعملي وأفرق لكم ما في شكرتي لهذا اليوم. النشرة الساخرة تأتيكم من مولاي إدريس زرهون، حيث يتواجد العريق النادي المكنسي الذي سنعود له في آخر النشرة. وفي إطار دوري الحمر الإفريقي، دخل سيد الأندية المغربية عينه على صدارة مجموعته رحل إلى كينيا لمواجهة نادي الفلاحة النيروبية في ملعب كان يستغله رئيس النادي الموسم الفارط في زراعة البطاطس، فقرروا هذا الموسم استقبال المباريات فيها. وفاز الوداد الرياضي بهدف ل0 من توقيع الوافد الجديد عصام بن يدر في انتظار تأكيد ملعب الرعب بكازا. هذا وبعدم الرضا على مستواه، سدد الماجيسيان حكيم زياش قارورة ماء بعد استبداله، عصرت إلى مكناس وضربت النفاث على كاميرته. والله على سحرك يا حكيم. يذكر أن آدم النفاثي يرتجي الرقم 77، وهي الدقيقة التي سجل فيها اسماعيل 77 هدفا في الديربية في مرمى الميور غارديان على شأناس. ودائما نبقى في أجواء دوري نجم ستايد. خسر باريس دخان أو باريس ححن، سموها كما شئتم، بهدف ل0 أمام العريق النادي المكنسي. وكما قال الشاعر محمد المرضي: ما فيها باس إلى خسرتي مع مكناس، والله على أخلاق المكنسة طاطوطو. ثم تنهد الزيات وقال: احنا تابعين سياسة الفروق الكبرى مثل برشلونة وباريس سان جيرمان. والله على أخلاقك يا عبد السلام أبو العفاس، وتفو على الجزائر بدون سبب. في حين باريس سان جيرمان الحقيقي ضرب مارسيليا ب5 أهداف في كلاسيكو فرنسا. وعندما سألنا إنريكي لماذا هذا التبديل وعلى غير المعتاد، صرح لنا: اتصل بي حكيمي أخبرني أن رئيس نادي الرجاء قارننا بهم، أنهم أصبحوا باريس وبرشلونة، لذلك حاولت رفع التحدي إلى فوق كي يصبحوا باريزيان، وذلك ما وقع. عندما تأكدنا وجدنا النادي المكنسي سلختهم. هذا ولا بد أن نذكركم أن حارس الوداد المهدي بن عبيد حاز مؤخرا على لقب كأس العرب وجائزة أحسن حارس في البطولة، إذ تحصل المهدي الحرار على جائزة نمبر 1 في حراسة مرمى باريس سان حرمان. من مهدي الحرار الحارس الحائز على لقب نمبر 1 في حراسة مرمى الرجاء. هذا وارتدى مرة أخرى اللمين ديال الحيحة جلابة النميرة، ودخل يعربط على الحكام سبب شو ما عرفنا السبب بالله. إلى هنا سيدتي وسادتي نضع نقطة نهاية كي لا تطصروا كثيرا، ونضرب لكم موعدا آخر في النشرة القادمة بإذن الله. انتظروا. هل تعتقدون أن الحياة سهلة؟ ولن نجبد لكم الفلوجر برقوق وجديد قناته. عاد نشر برقوق روتينه اليومي في مدينة مكناس وأول زيارته للمدينة، وحفاوة استقبال ناس المدينة بالحليب والبرقوق وهدف من الفوق. ومن جهة أخرى، أعطى أحد المشجعين الرجويين نصيحة لإبراهيم دياز عن طريق تنفيذ ركلات الجزاء، إنها نصيحة من خشب. تفرج دياز، تفرج. طلق أدم يا طالب دياز خويا اسمح لي. أنا ناقة ما كان ناقة. كيف تقول؟ إلى هنا أمرر الكلمة لصديقي طارق البخاري كي يودعكم. اييه نمشيو نعملوا واحد الكويز ديال اتاي. اييه باش من نعناع المكناسي وديما كوديم. اذا قبولاتنا لمحبي وقدماء القديم. سيداتي وسادتي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.